أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تنبيها بحالة جوية خطيرة، حيث يتوقع أن تشهد بعض مناطق المملكة زخات مطرية غزيرة تراوحت كميتها ما بين 20 و 35 ملم، وقد تكون أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية. كما يتوقع تساقط الثلوج التي قد تتراوح سماكتها بين 32 سنتيمترا على المرتفعات التي تفوق 1800 متر، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وحسب النشرة الإنذارية التي أصدرتها المديرية، ستسجل تساقطات ثلجية بسمك يتراوح بين 15 و 30 سنتيمترا في عمالات وأقاليم بني ملال، أزيلل، الحوز، ورزازة، ميدلت، وتنغير، في حين ستتراوح سماكتها بين 10 و 15 سنتيمترا في مناطق بولمان، أفران، وخنيفرة. كما ستشمل تساقطات ثلجية أقل بين 2 و 8 سنتيمترا في فاكيك، ترودانت، صفرو، وشيشاو، وذلك اعتبارا من الساعة 3 من بعد ظهر يوم الثلاثاء حتى الساعة 9 صباحا من يوم الأربعاء. وأضافت المديرية أن الزخات المطرية القوية المتوقعة في الحوز، أفران، خنيفر، أزيلل، بني ملال، وصفرو ستستمر من الساعة 3 بعد الظهر حتى 11 مساء يوم الثلاثاء.